بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن اليوم بدوار الشفاء بلدية تخليل من أجل تنظيم قافلة طبية متنقلة، القافلة الطبية الرابعة بالنسبة للمقاطعة الصحية راس الواد، والسابعة على مستوى ولاية برج بوعراريج، من تنظيم 3 مؤسسات صحية: المؤسسة العمومية الاستشفائية رأس الواد، والجوارية رأس الواد، والجوارية بير قصد علي. القافلة الطبية تضم حوالي 14 تخصص، بالإضافة إلى الأطباء العامون الذين يفوق عددهم 30 طبيب عام. فيها بعض الاختصاصات على سبيل المثال: الجراحة العامة، طب الأطفال، جراحة الأطفال، طب العيون، الأمراض الصدرية، الكشف المبكر عن داء السكري، وكذلك اختصاصات أخرى. العملية راهي تسير على أحسن ما يرام، ولكن يا حبذا لو تتكرر هذه العملية، لأن كما ترون بأن هناك يعني أولاد كثر، مواطنين بكثرة، وهذه العملية يعني نتمنى باللي يعني تتجدد باش الناس يعني يكونوا، والعملية راهي تسير في أحسن ما يرام. نشكر الجميع على هذه اللفتة الطيبة، نشكر السيد المدير الصحة على مستوى راس الواد وبير قصد علي الذين هم يعني أشرفوا على هذه العملية. الأطباء راهم متوفرين، نظرنا على جميع المراكز على البحث من عملية مستمرة، نتمنى تتكرر إن شاء الله. تنقلنا اليوم إلى منطقة الشفاء للمرة الرابعة على التوالي بعد بلدية عتاق العيد. برج غبير وتكستير اليوم رانا في الشفاء، وكل الاختصاصات راهي كل الأطباء المختصين راهم حاضرين، الأطباء العامون شبه الطبيين والقابلات. وهذه العمليات تدخل في إطار تقريب الفحوصات الطبية المتخصصة، وفي إطار برنامج منظم يهدف إلى التكفل بالطب المدرسي، ومن ثم برامج الوقاية والبرامج الوطنية للصحة العمومية. نشكر مدير الصحة هي مبادرة يعني من وزارة الصحة بالنسبة للمناطق النائية، بالنسبة للأشخاص المعوزين. تم اختيار يعني المناطق النائية لأن هي اللي تحوي على الأشخاص المعوزين. والله الدولة يعني خايفة بينا، جابونا الصحة، جابونا الأطباء، جابونا يعني حاجة ما خصتنا. اللي مريض إن شاء الله راه عندي ما خلوناش، يعني أنا قايمة بنا، قايمة بالدور تاعها الحمد لله. نشكروا يعني حاجة ما خصتنا. ربي إن شاء الله يجيب الشفاء ويجيب ربي لهنا لبلادنا إن شاء الله، وراه يهنينا ويعطينا لهنا إن شاء الله.